أنا عارف إن الكلام اللي هاقوله النهارده مش هيعجب ناس كتير، وأكيد في ناس هتقول لي يعني هو ما فيش حد كويس وكله بالنسبة لك بقى وِحِش، بس أنا هنا مش باتكلم على كل الناس، أنا باتكلم عن ظاهرة بقت منتشرة أوي في مجتمعنا، وبقى صعب أوي تلاقي حد أصيل وكويس من جوّاه، والكلام ده مش من فراغ، ده من تجارب عِشتها وشُفتها بعيني وأكيد أنتم كمان عِشتوا حاجات زيّها. يمكن في ناس هتقول ده تشاؤم، لأ ده مش تشاؤم، ده واقع مُر بنعيشه كلنا. بس ما حدش عايز يعترف بيه. أيام زمان جدودنا كانوا بيقولوا كلمة راجل، والراجل هو اللي يقول ويفعل، كان في مبادئ وكان في خطوط حمرا ما حدش يقدر يتخطاها. النهارده بقى المبادئ بقت على قد المصلحة، والكلمة بقت تتقال وتتنكر حسب الظروف. الناس زمان لما تقول لك أنا معاك تبقى معاك حتى لو الدنيا اتقلبت. النهارده 99% هيسيبك أول من مصلحته وتبقى في حتة تانية. أنا أعرف واحد اشتغل في شركة أكتر من 15 سنة، كان مخلص وشايل الشركة على كتافه، وأول ما الشركة واجهت أزمة أول واحد طردوه كان هو. والمدير اللي كان كل يوم بيقول له انت زي ابني اول واحد جه عليه كان هو. المنافقين النهارده مش بس هم اللي بيخبوا معتقداتهم، لا دول بقى محترفين في انهم يلبسوا اقنعه مختلفه لكل شخص ولكل موقف. تلاقي منهم الواحد مع مديره ملاك ومع زمايله شيطان، ومع اللي اقل منه بيكون فرعون. والادهى والامر ان كل واحد منهم فاكر انه ذكي وان الناس مش واخده بالها من اللعبه دي. يقول لك اصل دي حياه ولازم تعرف تتعامل مع كل واحد. طب ما هو ده بالظبط تعريف النفاق. خلينا نشوف مع بعض انواع المنافقين في الشغل. في منافق بتاع الترقيات وده اللي بيبقى عبد لمديره، يمدحه في كل حاجه حتى لو غلط، ويقول له انت عبقري يا فندم حتى لو قال له 2 زائد 2 بيساوي 5، والهدف هنا هو الترقيه اللي جايه. وفي منافق بتاع المشاريع، وده اللي لما بيبقى في مشروع ناجح يبقى اول واحد يقول انا كنت جزء منه، ولما المشروع يفشل يبقى اول واحد يقول انا كنت ضده من الاول. وفي منافق الازمات، وده اللي وقت الازمات يختفي خالص ولما الازمه تعدي يطلع ويقول انا كنت مشغول في حاجه مهمه. المصلحه دي مش مجرد صفه وحشه وخلاص، بالعكس دي بقت اسلوب حياه، والناس بقت تحسب كل علاقه بالمنفعه اللي وراها. يعني صاحبك المحامي مفيد لو احتجت قضيه، وصاحبك الدكتور مفيد لو كنت مريض، وصاحبك التاجر مفيد لو عايز تشتري حاجه بسعر كويس. بس الحاجه المقرفه هنا هي ان الناس بتخلي الصداقه زي خدمه العملاء، يكلموك بلطف لما بيحتاجوك ويتجاهلوك تماما لما ياخدوا اللي هم عاوزينه. واول نوع وهو المصلحج المحترف، وده فنان في شغله، يعرف امتى يبعت لك رساله ويقول لك فيها ازيك يا حبيبي وحشتني، ويعرف امتى برضه يسألك عن أهلك وعن حالك، ويعرف إمتى يقول لك نفسي نقعد سوا نتكلم مع بعض، وفي الآخر تلاقي إن اللفة دي كلها علشان عاوز منك خدمة أو مصلحة. أما لو أنت اللي احتجته في حاجة أكيد هيقول لك أنا مشغول أو مسافر أو الظروف صعبة معايا، وأوقات كتير يوعدك وما يرجعش خالص، ولو رجع لك هيقول لك أصل الموضوع اتعقد ومش هعرف أفيدك. وفي نوع تاني وهم اللي بيتكلموا على زمايلهم، ودي من أوسخ الحاجات اللي ممكن تشوفها في حياتك، إنك تلاقي زميلك اللي بيقول لك صباح الخير كل يوم وبتقعدوا مع بعض تشربوا شاي سوا وتحكي له همومك واسرارك، يقوم هو يروح يقول عليك كلام وحش للمدير او لاي حد ممكن يضرك. والخيانه في الشغل ليها اشكال كتير قوي، زي اللي الصبح يقول لك ازيك يا حبيبي واخر اليوم يقول له المدير فلان ده مش بيشتغل كويس، لا ويسالك كنت فين امبارح، قال يعني مهتم وبيسال عليك، بس في الحقيقه هو بيكون عاوز معلومه علشان يستخدمها ضدك. ولو انت عملت انجاز يقول لك في وشك مبروك انت تستاهل كل خير، ومن ورا ظهرك يقول دي صدفه او ده حد ساعده. ولو غلطت غلطه صغيره ما يقولكش عليها علشان تصلحها، لا ده بيستنى الغلطه تحصل وفي أول فرصة يفضحك بيها قدام الكل. والناس دي الهدف عندهم دايما واحد، وهو إنهم يشوهوا سمعتك علشان يطلعوا هم أحسن منك، مش علشان هم كويسين فعلا، لا ده علشان باقي الناس تبقى وحشة في نظر المدير وهم بس اللي كويسين. والحقيقة المرة إن في زماننا ده محدش بقى آمن من كلام الناس، حتى أقرب الناس ليك ممكن يتكلموا عليك من ورا ظهرك. وده مش بس في الشغل، ده في كل حتة حتى في العيلة. وتعالى ناخد كم مثال عن الكلام ده. يعني مثلا تروح عزومه وتتبسط مع اصحابك، تاني يوم تلاقي كل واحد منهم بيحكي للتاني عن اللي انت عملته او اللي انت قلته، وكل واحد بيحكي بطريقه مختلفه، وده يصدق ده وده يصدق ده، وانت ولا عملت حاجه من اللي هم قالوه من الاساس. او تحكي لصاحبك سر من اسرارك تلاقيه بعد اسبوع وصل لناس تانية مع تفاصيل زياده هو اخترعها. او تعزم صحابك وتكرمهم يطلعوا يقولوا الاكل ما كانش قد كده، او البيت مش مترتب، او اي تفاهات بيقولوها علشان يقللوا من اللي انت عملته. طب يا ترى ليه الناس بتعمل كده؟ في ناس بتعمل كده علشان تخلي نفسها محور الحديث، علشان كل واحد يجي يسألها عن أخبار الناس التانية. وفي ناس تانية بتعمل كده علشان تحس إنها مهمة، وإنها عندها المعلومات اللي الناس التانية مش عارفاها. النهاردة لو عايز تلاقي حد أصيل ومخلص وصادق استعد إنك تدور سنين، لأن الناس الكويسة بقت نادرة زي الذهب الخالص. ولو لقيت واحد منهم اعتبر نفسك محظوظ، وخليك عارف إن الشخص الكويس ده هو اللي هيقولك لأ في وشك، ولا إنه يقولك أيوه ويضحك عليك. هو اللي لو ما قدرش يساعدك هيقولك متأسف ما أقدرش، ولا انه يعشمك على الفاضي. وهو برضه اللي هيفتكرك في الافراح والاحزان، مش هيفتكرك بس لما يحتاجك. وهو برضه اللي هيدافع عنك في غيابك زي ما بيمدحك في حضورك. وهو اللي لو شافك بتغلط هيقولك في وشك، مش يستناك تغلط ويروح يحكي عنك لناس تانية. وهو برضه اللي بيحترم اسرارك ومش بيقول لحد عن حاجه حتى لو زعلتوا مع بعض. طيب دلوقتي كلنا عايزين نعرف، يا ترى هو ليه الناس الكويسه بقوا قليلين او كده؟ احب اقولك ان هم بقوا قليلين عشان الدنيا بقت تكافئ الوحشين وتعاقب الكويسين. الصادق بيتقال عليه غبي، والامين بيتقال عليه ما بيعرفش يتصرف، والمخلص بيتقال عليه ملوش لازمه، لكن المنافق بيتقال عليه شاطر وبيعرف يتعامل.
والكذاب بيتقال عليه دبلوماسي، والخاين بيتقال عليه عملي وبيعرف مصلحته كويس. للأسف وسائل التواصل الاجتماعي خلت كل واحد عايش حياة وهمية، كله بيظهر أحسن ما عنده ويخبي مشاكله، وده للأسف خلى الناس تحس إنها لازم تنافق وتدعي إنها كاملة، وكمان خلى الناس تقيس نجاحها وسعادتها بالمقارنة مع الناس التانية، وده خلاهم يحقدوا ويغيروا من بعض. وعندك كمان الأوضاع الصعبة اللي خلت الناس تفكر بمنطق البقاء، كل واحد يحب يأمن مستقبله حتى لو على حساب غيره، والمنافسة الشرسة على الشغل والفرص خلت الناس تستخدم أي طريقة علشان تكسب. وللأسف الناس اللي المفروض تبقى قدوة زي المسؤولين والمشاهير كتير منهم وقع في نفس الأخطاء. فازاي تقول للناس تبقى كويسة وهي شايفة إن اللي في المناصب العالية بيعملوا العكس؟ للأسف الناس بقت مش واثقة في بعضها، كل واحد بيتعامل مع التاني وهو عنده شك، وده للأسف أثر على كل حاجة، أثر على الصداقات وعلى الجواز وعلى الشغل وحتى على العلاقات العائلية. أنت حتى في البيت بتلاقي أفراد العيلة الواحدة بيتكلموا على بعض، الأخ بيتكلم على أخوه عند بابا وماما، والزوجة بتتكلم على جوزها عند أهلها، والزوج بيتكلم على مراته عند أخته، وكله بيتكلم على كله. وحتى في المنطقة اللي أنت ساكن فيها بتلاقي الجيران بيتكلموا على بعض، فلان بيقول على فلان إنه مش بيدفع فواتير، وفلانة تقول على فلان إن عيالها مش مؤدبين، ومحدش بقى يقول كلمة كويسة على حد. حتى في الأماكن اللي المفروض الناس تتبسط فيها تلاقي كل واحد بيدور على عيوب التاني، فلان لبسه مش حلو، فلان ما عندوش فلوس، أو فلان بيدعي إن هو غني وهو أساسا معفن. ورغم إن الخطب والدروس الدينية بتتكلم عن الأخلاق والتعامل الحسن، بس للأسف كتير من الناس بيستخدموا الكلام ده ومش بيطبقوه، بيروحوا من الصلاة وبيعملوا عكس اللي سمعوه. في محاولات كتير لنشر الوعي عن أهمية الأخلاق والتعامل الكويس، بس المشكلة إن الناس بقت تسمع وتنسى، أو تسمع وتفتكر إن الكلام ده لغيرها. ده حتى التربية بقت مش مؤثرة زي زمان، الطفل من دول بقى يشوف حاجات في الشارع والإعلام، حاجات عكس اللي بيتعلمها في البيت. بعد ده كله خلينا نعرف مع بعض شوية حلول تسهل علينا الدنيا. أول وأهم حل إن كل واحد فينا يبص لنفسه ويشوف هو عامل إيه. هل أنا بتكلم على زمايلي؟ هل أنا بنافق مع مديري؟ هل أنا بستغل أصحابي؟ أو هل أنا بكذب على اللي حواليا؟ لو كل واحد فينا صلح نفسه المجتمع كله هيتصلح. ولازم نبقى أذكياء في اختيار الناس اللي حوالينا، ونتعلم نميز بين الناس الكويسة والناس الوحشة، ونبعد عن اللي بيأذونا أو بيضرونا. ولازم نحط حدود واضحة مع الناس، لازم نقول لأ لما نحتاج نقول لأ، وما نديش فرصة لحد يستغلنا أو يضحك علينا. وكمان لازم نقوي علاقتنا بربنا، لأن لما الإنسان يبقى عنده خوف من ربنا ويعرف إن ربنا شايفه في كل حاجة بيعملها، هيفكر ألف مرة قبل ما يأذي حد أو يخون حد. خلاصة الكلام، الموضوع مش سهل، والوضع مش هيتغير بين يوم وليلة، بس لازم نعترف إن في مشكلة ونحاول نعمل حاجة علشان نحلها. أنا مش بقول إن كل الناس وحشة، لأن لسه في ناس كويسة وجميلة ومخلصة، بس للأسف العدد بتاعهم قل قوي. واللي عاوز ينجو من الدوامة دي لازم يبدأ بنفسه، ويكون هو الشخص اللي بيحب يتعامل معاه، يعني يكون صادق ومخلص وأصيل حتى لو ده كلفه تضحيات كتير. في النهاية تفتكروا لو كل واحد فينا قرر إنه يبقى كويس مع الناس وما يتكلمش على حد في غيابه، وما يخونش العشرة، وما يستغلش صحابه، مش كده العالم هيبقى أحلى وأجمل؟ المشكلة فينا إن كل واحد مستني التاني يبدأ، وفي الآخر محدش بيبدأ. فيلا بينا تعالوا نبدأ إحنا، حتى لو وحدنا في الأول، لأن التغيير الحقيقي بيبدأ من شخص واحد ويفضل ينتشر للي حواليه. لو الفيديو ده عجبك أحب أعرفك إن اللي جاي هيعجبك أكتر، فما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات اللي جاية. ولو في موضوع عاوزنا نتكلم فيه اكتبه في التعليقات وهنعمل فيديو ليه في أقرب وقت. مع السلامة.